معي أنا غزل البغدادي، استشارية تربوية. خبريني أي نصيحة حبيتي أكثر. النصيحة الأولى: ضعي نفسك مكان طفلك. قبل أي خطوة، قبل أي قرار، قبل أي تحدي بتواجهيه بالتربية، دوما حطي نفسك مكان طفلك. عمر طفلك 5 سنوات، ارجعي بعقلك لعمر ال5 سنوات، حطي نفسك مكان طفلك وبعدها خدي الخطوة أو القرار أو قيمي الحدث اللي صار. النصيحة الثانية: طفلك إنسان مثلك مثله من لحظة يولد، له نفس الحقوق اللي إلك، له حقوق الاحترام بكاملة. تعاملي مع طفلك كإنسان كامل محترم من يومه الأول. إياكي تشلحي طفلك ثيابه من دون ما تخبريه إنه رح يشلح ثيابه. إياكي تبوسي طفلك قبل ما تخبريه إنك رح تبوسيه. احترمي طفلك، احترام جسده، احترام عقله، واحترام عاطفته من اليوم الأول. النصيحة الثالثة: قبل كل قرار بالتربية اتأكدي إنه قلبك وعقلك موافقين على القرار. المناهج التربوية اللي بتتبع العقل بس بتكون قاسية كتير، والمناهج التربوية اللي بتتبع القلب بس بتكون كمان كتير لينة، وممكن كتير إنه نفقد فيها ثغرات بالتربية. لهيك تأكدي قبل أي نصيحة تربوية لما بتسمعيها، قبل تطبيقها، هل بتوافق قلبك وعقلك مع بعض؟ النصيحة الثالثة بتقول: وازني بالتربية بين قلبك وعقلك. النصيحة الرابعة: بالتربية ما في شيء اسمه عقاب. بالتربية الصحيحة في عاقبة وليس عقاب. رفض طفلك انه يرتب ألعابه، بعد ما ترك الغرفة بفوضى، وأثناء لعبه باللعبة مرة تانية ضاعت قطعة من اللعبة. هي العاقبة. لما ما رتبت ألعابه ضاعت قطعة من اللعبة. هي العاقبة، هي نتيجة الفعل اللي صار. ما في داعي تعاقبي طفلك لأنه طفلك قادر يشوف العاقبة. والنصيحة الخامسة: وراء كل ما يقوم به طفلك هدف، سبب أو سؤال. كل سلوك يقوم به الطفل له سبب، كل بكاء يبكيه الطفل له سبب. لا تتجاهلي وجود هذا السبب، ولا تنكري وجود هذا السبب. جهلك للسبب لا يعني عدم وجود السبب. حتى لعب الطفل له أسباب، سلوكيات الطفل لها أسباب، قضم الأظافر له أسباب. كل شيء يقوم به الطفل وراءه سبب. بحال عجزتي أنت كأم أو كأب أو كمعلمة من معرفة السبب، تذكري أنك تلجئي لمعلومات، دورات، ورشات، أو تقدري تحجزي معي استشارة شخصية وأنا قادرة ألاقي لك السبب. والنصيحة السادسة: ريحي طفلك بريحك. بس تعبي طفلك بتعبك. إذا طفلك عم يتعبك ويصرخ ويبكي كل اليوم، في شيء زاعج طفلك. كل ما ريحتي طفلك أكثر، كل ما طفلك ريحك أكثر، وهي قاعدة ذهبية خليها بعقلك دائما. والنصيحة السابعة: التربية علم وفطرة. فطرة لأنه نحن بإنسانيتنا بنعرف نتعامل مع الطفل، لكن هي الفطرة مع الأيام والتربية والمجتمع تشوهت، فصرنا بحاجة علم ليرجعنا لهي الفطرة. تتبعي فطرتك، بس دوما خلي في علم. خصصي 10 دقائق يوميا من يومك لتحضري فيديو يوتيوب على قناتنا، أو تحضري جزء من ورشة أو من دورة تربوية. خصصي 10 دقائق يوميا لتزيدي علمك ومعلوماتك بتربية الطفل. والنصيحة الثامنة: التربية بالحب فيها حدود. مين قال إنه التربية بالحب بتربي طفل مايع ودلوع وما بيحترم حدا؟ هذا الاعتقاد خطأ. التربية بالحب هي تربية طفل مستقل محترم، يدرك حقوقه ويدرك أيضا واجباته. حكيت عن هاي الفكرة بتوسع جدا بدورة الطفل المستقل الموجودة بكنز أكاديمي، واللي بتقدروا فورا تضغطوا على الرابط وتتعرفوا عليها. والنصيحة التاسعة: حدود الحرية بالتربية 4. حفظك لإلهم بخليكي تقدري تعرفي إمتى تقولي إيه وإمتى تقولي لا. الحد الديني، القانوني، الأخلاقي والصحي. تابعي فيديو حدود الحرية لتعرفي كل حد شو شرحه. والنصيحة العاشرة: تابعي علمتني كنز. تابعينا على كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي. حملي تطبيق علمتني كنز على موبايلك، تطبيق مجاني 100%. أيضا بتقدري بأي لحظة تشتركي بدوراتنا وورشاتنا التربوية عبر كنز أكاديمي، وبتقدري بأي لحظة حسيتي فيها بالعجز أو بالتوتر أو بالتعب من مسؤولية الأمومة إنك تحجزي معي استشارة شخصية. كل هاي المعلومات بتقدروا تلاقوها بصندوق الوصف. خبروني أي أكثر نصيحة كانت قريبة من قلبكم حبيتوها وحتبدوا تطبقوها. كل الحب لكم، تذكروا تشتركوا بالقناة.